السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة لأول مرة أمشي ورا ترند، بس بصراحة هقول لكم بقى في الآخر ايه اللي حصل لما مشيت ورا الترند ده. هنعمل النهاردة المكشكشة، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هتشوفوا هتعجبكم ولا لأ، وهنقول في آخر الفيديو ايه اللي حصل لما مشيت ورا الترند. قبل ما نشوف الفيديو والوصفة والطريقة، يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل الوصفات السهلة والبسيطة المتعودين نعملها سوا مع بعض. ويلا بينا على طول نبدأ في وصفتنا ونشوف الوصفة بتاعتنا ونقول بسم الله. يلا بينا على طول. بنحضر حلة كده ونقوم حاطين فيها اللي هنعمل فيها السيرب بتاعنا. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من السكر، وهنحط كمان معاه كوباية وربع او كوباية ونص من المية. احنا مش عايزينه تقيل، عايزينه يكون سيرب، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف. تمام كده. هنقلبه كويس خالص بسباتيولا او بمعلقه، وهنحط عليه كمان رشه الليمون بتاعتنا، نص ليمونه، وهنقلبه براحه خالص ونرفعه على النار. بمجرد ما هيقعد على النار، هنحط كمان معاه هيقعد على النار حوالي 10 دقايق. هنحط كمان معاه معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، ده اللي بيضمن ان احنا ما يسكرش مننا اي شربات احنا بنعمله مهما قعد معانا. طيب لو مش متواجد عندنا بنستخدم معلقة كبيرة من العسل النحل. هنقلب كده بمعلقة أو سباتيولا لغاية لما يدوب السكر بتاعي، علشان لما نرفعه عن النار ما يتحرقش مني أو يديني طعم مش مستحب. خلاص، بعد ما قلبته كده ما ننساش كمان نحط رشة الفانيليا. هنقلب كل الحاجات دي كلها على البارد قبل ما نرفعها على النار زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وده اللي نعتمده مع اي حلويات، سواء كان بقى للكنافة او سواء كان للبسبوس. انا ما بحبش اعمل اللي هو السيرب التقيل. تمام كده. وفي حلة كمان وهنبتدي نعمل القشطة بتاعتنا. حطيت حوالي كيلو من الحليب، وكمان هنحط حوالي معلقتين كبار او 3 معالق من النشا على حسب الكثافة اللي احنا عايزينها. انا هنا استخدمت معلقتين كبار من النشا، وحطيت كمان حوالي نص معلقة من الفانيليا، وبدأت اقلب برضو على البارد. وهبتدي برضو ارفعه على النار. هقلب كويس كده على البارد كل المكونات، النشا مع الحليب مع الفانيليا، وهبتدي بقى ارفعه على النار عشان مش عايزه فيه اي تكتلات. على نار هاديه كده هبتدي اقلب لغايه لما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. ودي القشطه بتاعتي، انا ما بحطش فيها اي سكر عشان ما تغمقليش لون القشطه بتاعتي. هنشوف بقى هتبتدي هي تتقل معايا على الحروف اهيت لغايه لما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. لا هي تقيله ولا هي خفيفه، بين البنين، بنفس السمك اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. حلو قوي كده قوي. هبتدي بقى بعد ما الاقيها بتبقبق كده زي ما انتوا شايفين، هبتدي اطفي عليها، وهجيب لفه بقى من الجلاش بتاعي، وكمان هيكون معايا نص كوباية من السمنة السايحة. وهجيب الصينية بتاعتي دي هنا دهنة خفيفة كده بالسمنة. وحوالي الجلاش بتاعي ده حوالي نص كيلو. طبعا انا مش هستخدمه كله، الصينية ديت هتاخد حوالي ربع كيلو من الجلاش. من اللفة بتاعتي حطيت اول طبقة، خدت طبعا المقاس بتاع الصينية بتاعتي، هحط اول طبقة وهبتدي ادهن حوالي 5 طبقات. دي تاني طبقة اهوت، وبين كل طبقة وطبقة بدهنها دهنة خفيفة كده بالسمنة بتاعتي. ممكن كمان اخلط مع السمنة نص معلقة من البيكنج باودر، دي بتدي هشاشة وحلوة قوي وتفريغة كده لأوراق الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي حاجه فيها قطعه او اي حاجه تكون مقاسها اكبر من الصينيه بحاول اتنيها لتحت بالشكل ده، بحيث ان انا اظبط الصينيه بتاعتي وتكون مقاسها كويس كده ومظبوطه. هنا تالت طبقه هبتدي برضو ادهنها دهنه خفيفه كده بالسمنه اللي انا مسيحاها بالشكل ده، مش اقل يا جماعه من 5 طبقات. زي ما انتوا شايفين سلسه جدا وسهله جدا، مفيش فيها اي تعب. وكمان ان شاء الله هعملها معاكم بالحادق ان شاء الله المرة الجاية.
بدأت كده اتني برضو الورقة بالشكل ده، واي زيادة زي ما قلت لكم بتنيها لتحت، اي قطعة اي حاجة بحاول اداريه لتحت، كله هيتجانس مع بعضه وهيسيح مع بعضه. خلاص انا عملت بين كل طبقة وطبقة السمنة بتاعتي، عشان زي ما قلت لكم تبقى مفرغة اهي. بشربها كويس، واحاول كمان ان انا اشرب الطروف عشان ما تكونش ناشفة. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. خلاص وصلت بقى للسماكه اللي انا عايزاها في القاع بتاع الصينيه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وزي ما قلت لكم بحاول قوي قوي ان انا اعمل الحروف عشان ما تطلعش مني مكسره كده وتكون ناشفه. نزلت بقى على الخمس طبقات دول بالقشطه بتاعتي اللي انا عملتها، واحاول ان انا ان انا افردها كويس قوي على الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص عملت القشطه بقى وسبتها بقى تبرد شويه. هبتدي بقى اعمل الطبقات اللي هي فوق القشطه اللي انا عملتها. هجيب، عارفين المروحه بتاعت زمان اللي كنا بنعملها واحنا اطفال كده على الورق، هنعملها بنفس الطريقه وبنفس الشكل. هعملها بيها، لا اما ادهن الورقه كده، لا اما هسيب الورقه. هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. انا كده دهنت الورقه وبدات اكشكشها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هعملها زي المروحه بالظبط. سهله جدا مفيش فيها اي تعب. خلاص بالشكل ده كده اهو. هجيبها كده اكسرها زي ما كنا بنعمل وراها الورق بتاعت زمان. خلاص وصلت كده للنهاية. خلاص اهوت. هبتدي بقى اخد مقاس الصينية بتاعتي وبالشكل ده، واحاول ان انا افرد الطبقات دي بايديا. دي بقى الطريقة التانية، ان انا جبت الورقة ناشفة خالص من غير ما ادهنها، واعمل نفس الطريقة اللي هي المروحة دي بالكسرات دي اللي انتوا شايفينها بالشكل ده اهي. على ما اعتقد ان هي كده اسهل اهي بالشكل ده، سهلة جدا اهي مفيش فيها اي حاجة. خدت برضو مقاس الصينية وبدأت افتحها، شايفين شكلها حلو ازاي اهي بالشكل ده. بعد ما خلاص عملتها على الناشف بالشكل ده، هعمل كذا طبقة من الطبقات دي. وزي ما قلت لكم الصينية بتاعتي ديت اللي هي تعتبر اصغر صينية في اللي هو المستطيل ده، خدت نص الجلاش، يعني ربع كيلو من الجلاش، نص لفة الجلاش دي. حطيت ارصهم جنب بعض كده مكشكشين بالشكل المروحي ده. بعد بقى ما رصيتها وظبطتها دهنت وشها، دخلتها طبعا على الشبكة، خدت اللون الروعة الجميل ده. ويا ريتني ما مشيت ورا الترند، لان ولادي عايزينها كل يوم بجد. لذيذة جدا جدا. ما تعرفوش كده هي جلاش فطير، ما تعرفوش. اول ما طلعت وهي سخنة كده، كنت السيرب بتاعها طبعا برد، بدأت اسقيها. زي ما انتوا شايفين السيرب بتاعها روعة روعة روعة، جميلة، وشكلها وريحتها وطعمها مفيش فيها غلطة بصراحة. بجد أول مرة أمشي ورا الترند وطلع في منتهى الجمال. يا ريت تجربوها، لأن متأكدة إن شاء الله هتعملوها على طول. سهلة وبسيطة ومكوناتها سهلة وما بتكلفش خالص خالص، في منتهى الجمال وبتشرفك كده. وكمان ولادك هيحبوها قوي قوي قوي. نحاول كده بقى ان احنا نسقي الحروف كويس قوي عشان تطلع معانا شكلها حلو وطعمها احلى، وباذن الله طبعا هتكون من ايديكم اجمل واحلى. ويلا بينا بقى تعالوا نشوف كده بعد ما نسقيها بالسيرب الجميل ده، نقطعها ونشوف شكلها في التقديم، ونشوف هنعمل فيها ايه. شايفين لونها جميل ازاي؟ يلا بينا. هنجيب بقى دلوقتي كده هنجيب حاجة كده نقطع طبقة كده تقديم الأول قبل ما نقطعها. هنجيب فاكرين الفستق الكداب اللي أنا كنت عاملاه معاكم، هنرشه رشة كده في قلب الكشكشة اللي احنا كنا عاملينها. وهنبتدي بقى نقطع كده القطعة بتاعة المكشكشة. طبعا بنشتريها بمبلغ وقدره من بره. طب ليه؟ ده ما كلفتناش أي حاجة خالص. وكمان حاجات عاملينها وعاملين القشطه بتاعتها دسمه، طبعا مش هيعملوها بالدسامه دي، مش هيعملوها كلها لبن كده زي ما احنا عاملينها. لا في منتهى الجمال بجد بجد، تحفه، هتعجبكم جدا جدا. وكمان اما اطلعها لكم شكلها واو واو بجد. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله طبعا زي ما قلت لكم هتكون من ايديكم اجمل واحلى. يلا بينا بقى كده ندوقها ونشوفها من جوه، شكلها تحفه وطعمها حكاية بجد، طعمها حكاية.
شايفين الجمال، القشطه بتاعتها ولونها فاتح وجميل. وكمان كان عندي بقى حبه من الكريس كده، قمت حطاها، ادت شكل روعه، طعمها حكايه بجد. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ يا ريت تكون وصفتي سهله وبسيطه، ويا ريت اكون قدرت اوصل لكم الترند الجامد ده، تقوموا تعملوها على طول، ولادكم هتعجبهم جدا، وهتكون من ايديكم اجمل واحسن. يا ريت لو عجبكم الوصفه والطريقه متنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل الوصفات. واقول لكم ايه، هتوحشوني من الوصفه دي للوصفه الجايه، وشوفوا وشكم على خير في وصفه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.